ايه الاخبار يا شباب؟ سامعني كويس؟ انا طالعه لايف في نفس الوقت على فيسبوك وعلى انستجرام، اول مره في حياتي اجرب كده بصراحه. حلو جدا، ثواني اتاكد على الفيسبوك ان الدنيا تمام. اوكي. وانا هقول دلوقتي يا مراد. سامعني كويس يا شباب على الفيسبوك صح؟ انا اول مره في حياتي اعمل لايف على الانستجرام اصلا، فمش معايا حاجه، الناس ما تعرفش. والله العظيم انا زيرو نولج في التكنولوجيا، والله العظيم زيرو نولج. يا انس، إيه الاخبار؟ يا محمد، عامل ايه الاخبار؟ حلو جدا. تمام. اوكي. حلو أوي. بنورك والله، ربنا يخليك. خلاص تمام زي الفل. بما ان كده الصوت واضح شويه، بصراحه مش عايزه اطول قوي علشان الساعه عندي 11 بالليل اصلا. اوكي. ف خلوني اقول سريعا اللايف هيمشي ازاي، علشان وكده كده الكونتنت، يعني كده كده اللايف هيبقى متسجل، فلو حد حابب يرجع للبدايه تاني. مش عارفه هو بيفضل متسجل على انستجرام ولا بيتمسح، بس هو على فيسبوك اعتقد عادي بيفضل متسجل يعني. ف ثانك يو. اوكي. انا ما بعرفش اركز لو فيكم، انا مش عارفه ازاي اخفي الكومنتات دي. اوكي. خلاص تمام، حلو جدا زي الفل. ماشي، انا في الاول هبتدي هحاول ارد على الاسئله اللي كانت بتجيلي الفتره اللي فاتت وما كنتش بقدر ارد عليها في الكومنتس او المسجات يعني. وبعد كده هكون بتكلم لو حد بقى عنده سؤال او حاجه، فهكون برد عليه ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال ليه علاقه بالديجيتال نوماد لايف، بالباسيف انكم ريسورسز، لو حد عايز يكون بيبتدي يعني يكون بيكون الباسيف انكم ريسورسز بتاعته. وبرده الجزء اللي ليه علاقه بالتريدنج ده طبعا كده كده محتاج شرح اكتر ومحتاج تكنيكال اكتر، ولكن لو حاجه تقدر تكون بتتشرح دلوقتي، يعني لو حاجه جنرال فهقدر اكون برد عليها ان شاء الله. لكن لو حاجه تكنيكال قوي فممكن بقى على قناه اليوتيوب هتلاقوني بعمل التكنيكال فيديوز الطويله يعني ان شاء الله. فخلونا نبتدي. انا مش هبص للكومنتات دلوقتي يا شباب، بس على لحد ما ما نخلص الجزء الاولاني، وبعد كده ان شاء الله هكون ببص على الكومنتس عشان لو حد عنده سؤال وكده هكون برد عليه. اوكي. فاول حاجه كان اول سؤال بيجيلي هو يعني ايه اصلا ديجيتال نوماد. اوكي. وازاي ابتديت حياتي كديجيتال نوماد. الديجيتال نوماد هو شخص رحاله بيشتغل وهو بيسافر. اوكي. ليه اخدت القرار ده؟ خلوني ابتدي لكم الحدوته من الاول شويه. اوكي. عشان لو حد برضو مش ما كانش عامل لي فولو من البدايه. هو الموضوع كله ابتدى بعد الثانويه العامه والله. يعني انا كنت طول حياتي، واعتقد اغلب الناس عارفه الموضوع ده، يعني انا كنت طول حياتي كنت طالبه مجتهده جدا، دايما كنت بطلع الاولى لحد دايما امتحانات الثانويه العامه. كنت متوقعه ان انا اطلع الاولى برضو، كنت متوقعه ان انا اجيب 100% ومش عارف ايه. كنت مخلصه الكتب كلها 4-5 مرات ما شاء الله. مش عارفه كنت جايبه الدماغ دي منين والله. كنت بحفظ حلو قوي، ما دلوقتي ما بعرفش احفظ، مش عارف. فالمهم لحد ما تعبت ايام امتحانات الثانويه جبت 96 فدخلت علوم القاهرة. قصة قصيرة حزينة جدا، بس دي كانت بداية التيرنينج بوينت او بداية نقطة التحول بالنسبة لي، علشان ابطل اكون بدور على الحفظ او ان انا اكون بجيب درجات، وابتدي اكون بدور على ان انا اكون بعرف اكتر عن نفسي واعرف السكيلز بتاعتي وهي ماتشنج مع ايه في الحياة دي. لان اللي اكتشفته ان هو في الاخر يعني انا حياتي كلها اتشقلبت بسبب امتحان. اوكي. فعشان تعبت في امتحان، فانا كان بالنسبه لي صعب قوي ان انا ازاي حياتي كلها تتقيم بامتحان. يعني ازاي حياتي كلها بقالي كام سنه بذاكر وبطلع الاولى، ازاي كل ده يتشقلب مره واحده بسبب ان انا تعبت في امتحان واحد.
فبالتالي حصلت لي صدمه، قعدت 3 شهور 4 شهور ما بتكلمش خالص، لفيت على كل الدكاتره، كله قال السبب نفسي. لحد ما في ال4 شهور دول كان في، يعني انا كنت ساكته من بره بس كان في دوشه كبيره جدا جوه دماغي. وكان القرار اللي خدته ان انا محتاجه ان انا اكون ببتدي اديسكفر بقى، يعني ببتدي اديسكفر نفسي، ابتدي اكون بشوف انا بعرف اعمل ايه، اوكي، وده مناسب لايه في الحياه دي عموما. اوكي، بغض النظر عن ان انا بعرف احفظ او اجيب درجات او بتاع، لا انا عايزه اعرف انا حاجه انا اكون شاطره فيها، ما تكونش بتتقيم بامتحان. اوكي، بس فابتديت اكون بجوين في كل حاجه بتيجي قدامي، اي ايفنت، اي ستودنت اكتيفيتي، وانا عشان كنت عندي حته الهارد وركينج دي قوي، وحته عشان كده حتى كنت بذاكر كويس قوي يعني. فبسبب ده فكنت بقى ممكن ادخل في 7 ستودنت اكتيفيتي في وقت واحد، وفي نفس الوقت عادي اكون بنجح في الكليه، وفي نفس الوقت اكون بطلع البيست ممبر في ال7 تيمز. اوكي، فانا كنت عايزه اجرب في كل حاجه من دول نشاط مختلف او كوميتي يعني مختلفه جوه التيمات المختلفه دي، علشان اكون بشوف كل حاجه منهم بتشتغل ازاي. المهم قعدت سنه في الموضوع ده، ومسكت تيم عندنا في الكليه، وبعد كده قررت ان انا كنت عايزه بقى ابتدي اشتغل شغل بجد، شغل في شركه. فابتديت اشتغل الاول سيلز، اشتغلت سيلز فتره في شركه اوت سورس الاورنج، وكنا بنبيع خطوط ومش عارف ايه. وبعد كده اشتغلت كول سنتر والحاجات الحلوه دي كلها. وبعد كده ابتديت اشتغل في الماركتنج لمده 4 سنين، تقريبا 4 سنين او 3 سنين ونص. كنت بغير شركه كل 6 شهور، والناس كلها كانت مستغربه قراري برضه، بس انا كنت بغير شركه كل 6 شهور عشان كنت عايزه اشوف الماركتنج بيشتغل ازاي في كل قطاع من القطاعات المختلفه دي. يعني كل شركه كانت في قطاع مختلف عن الشركه الثانيه، فانا كنت عايزه اعرف الماركتنج دوره ايه في كل شركه من دول، والاستراتيجي بتمشي ازاي عشان الماركتنج يكون بيساعد الشركه ان هي تتطور وتكبر. فده كان التارجت بتاعي، فما كانش فارق معايا ان الناس مش فاهمه انا بعمل كده ليه، المهم انا فاهمه الواي بتاعتي ايه. بعد كده ابتديت اكون بدخل بقى في حته رياده الاعمال، وادخل مسابقات ليها علاقه برياده الاعمال والكلام ده كله، وكنا بنكسب وكده، فالموضوع شدني قوي. فكنت عايزه اشوف ازاي بقى بنعمل ستارت اب، او ازاي بنبتدي ستارت اب. فقررت ان انا عايزه اشتغل في ستارت اب، وده اللي عملته فعلا. جات لي فرصه ان انا اكون بشتغل في ستارت اب، فاشتغلت في ستارت اب لمده سنه. ومن هنا بقى ابتديت اكون بعمل شركتي الاولى كاريرك. كاريرك كان موجود في مصر ل4 سنين تقريبا. كنا في الاول موجودين في القريه الذكيه، بعد كده قعدنا 3 سنين موجودين في جريك كامبس. حاليا وقفنا الشغل بتاعنا في مصر خالص، لان انا بصراحه مش هقدر اكون يعني مركزه مع كاريرك ومع الشغل التاني بتاع التريدنج. بنمانج حاجات بي تو بي ولكن مش بنعمل اي بروجرامز بي تو سي اون جراوند للاسف. ولكن بعد كده كان قعدنا 3 سنين في جريك كامبس، كنا مسؤولين ان احنا بنأهل الطلبه لسوق العمل، وبنعمل لهم برامج علشان نكون بنأهلهم لسوق العمل، وفي نفس الوقت بنساعد الشركات في ان هي توصل لتالنتس مناسبه لاحتياجاتها. لان انا شخصيا كان عندي مشكله في ده في بدايتي، ان انا ما كنتش الاقي حد يوجهني، فكنت عايزه كاريرك تكون هي اللي بتوجه الناس عشان يبتدوا الكارير بتاعهم. بس فبعد كده ايه اللي حصل بقى؟ انا جيت في انا دايما عندي حته اوبزرفيشن كويسه جدا، وانا بصراحه كنت خلاص ابتديت الاحظ ان هو في مشاكل كبيره في الاقتصاد في مصر. اوكي، وكنت عايزه امشي خلاص. يعني انا كان بالنسبه لي المشاكل اللي بتقابلنا اصلا كاصحاب ستارت ابس او كاصحاب مشاريع ناشئه صغيره يعني موجوده في مصر كبيره جدا، في حين ان انا العائد عليا قليل جدا. اوكي، يعني انا العائد اللي باخده قليل جدا، حتى ما كانش مكفي ان انا اكون بسافر. عشان كده ابتديت اكون بدور هدخل فلوس ازاي عشان اعرف اسافر. ما انا محتاجه اكون بدخل فلوس، او يكون عندي مصدر دخل بالدولار علشان اكون بكسب فلوس وانا مسافره عشان اعرف اسافر وانا بشتغل. اوكي، فمن هنا بقى ابتدت الحدوته بتاعت ده. حصل على مدار السنه اللي فاتت كلها، قبل يعني السنه هي بتاعت 2023، وطبعا 2024 كلها انا مستمره يعني. في 2023 اخدت اول 3 شهور كده من السنه انا كنت مختفيه تماما، ما كنتش بروح حتى المكتب، ما كنتش بقابل اي حد، انا قاعده في شقه لوحدي بذاكر بس. اوكي، بذاكر ايه؟ كنت في الفتره دي بذاكر يعني ايه فلوس، تمام، لان انا كان عندي مشكله مع ده. يعني احنا ما بندرسش ده في المدارس، ما بندرسش ده في الجامعه. اغلب عائلاتنا اصلا ما عندهمش الفكره بتاعت ازاي نتعامل مع الفلوس صح. فانا بالنسبه لي كرانيا كان اي حد بيتعامل معايا عارف ده، انا كانت اي فلوس بتجيلي بصرفها، اي فلوس بتجيلي بصرفها. انا ما بفكرش بقى في حته ازاي اكون بعمل مانجمنت للفلوس دي، ازاي اكون بستثمر، ازاي اكون بعمل مش عارف ايه. حتى الناس كلها كانت متخيله ان انا ما بعرفش اعمل فلوس اصلا من كتر ما انا بصرف الفلوس كده. اوكي، بس انا فعلا ما بحبهاش، انا مش شايفاها ان هي ليها قيمه يعني، ولكن هي ستيل هي اللي هتخلينا نعمل الحاجات اللي ذات قيمه اللي احنا بنحبها. اوكي،
فبالتالي قعدت اذاكر الفلوس. انا تقريبا انا شخص بيحب القرايه وبيحب المذاكره، فقريت تقريبا كل الكتب اللي اتعملت عن الماني كلها، ممكن ابقى اشاركها معاكم في الكومنتات. فقريت كل الكتب اللي ليها علاقه بالماني. وبعد كده ابتديت اخد كورسات. اوكي، اول مره في حياتي، يعني انا كان بقالي تقريبا وقتها كان بقالي حوالي 8 سنين ونص بشتغل، كانت اول مره في حياتي ادفع جنيه في كورس. والله العظيم انا كل ده كنت بتعلم لوحدي، يعني باخد مليون كورس اونلاين بس اتعلم لوحدي. اوكي، واقرا كتير بس بتعلم لوحدي. اوكي، لكن ان انا ادفع فلوس في كورس بصراحه دي كانت اول مره انا قراني اعملها في حياتي. اوكي، دفعت فلوس فعلا، كان وقتها في كذا كورس بقى من على يوديمي وكورسيرا والحاجات دي، بس السكول اللي اشتركت فيها وفضلت مكمله معاها حبه حلوين كانت السكول بتاعت حد اسمه هاني حسين، اسمها مونيتايز سكول، ممكن تعملوا عليها سيرش يعني. فالراجل ده عبقري بصراحه. واللي عجبني فيه ان انا كنت مبتدئه، ما عنديش اي اويرنس يعني ايه افيليت ماركتنج، يعني ايه ريفيرال ماركتنج، يعني ايه دروب شيبنج، يعني ايه مش عارف. انا اول مره في حياتي اتعامل مع الحاجات دي. اوكي، فهاني حسين بصراحه كانت السكول بتاعته فيها حوالي 40 كورس، خدتهم كلهم بجد والله الحمد لله، خلصتهم كلهم. وكان عندي اسئله كتير، فلما كنت ببعت لهم على الايميل بتاعهم كان بلاقي هاني حسين نفسه بيبعت لي على الواتساب وبيبعت لي ريكورد، ما شاء الله عنده ضمير، بيبعت لي ريكورد طويل قوي يشرح لي فيه الحاجه اللي انا بسال عليها، كان ممكن الريكورد يوصل ل 10 دقائق ولا بتاع. فالمهم ان انا الفتره دي ابتديت اكون في دماغي الفكره بتاعه الماني، ازاي اكون بعمل باسيف انكم ريسورسز، ازاي اكون ببتدي بعد كده بقى استثمر في الفلوس دي. بس كنت في المرحله دي كنت عايزه ازاي اكون الفلوس دي الاول، ازاي اكون فلوس بالدولار الاول. اوكي، وده طبعا كله محدش يعرف عنه اي حاجه، يعني انا اصلا كنت في الفتره دي منعزله ما بكلمش اي حد خالص. اوكي لحد ما ابتديت اكون بطبق ده، عملت كام حاجه دروب شيبنج وكنت ببيع بره، ابتديت اكون بشتغل بعمل افيليت ماركتنج مع كذا شركه، ابتديت اكون بعمل ريفيرال ماركتنج، حاجات كتير قوي ليها علاقه بالباسيف انكم ريسورسز. مش هتكلم عنها بالتفصيل لان انا بصراحه ما عنديش الخبره ان انا اكون بشرحها، لان انا كنت واحده متعلمه يعني بتعلم وبطبق، لكن ما اقدرش اكون بدي فيها سيشن او كورس، لكن اقدر اجاوب من خبرتي انا. اوكي، من التجربه بتاعتي انا. بعد كده كنت عايزه بقى استثمر الفلوس دي. طب حلو يا رانيا، دخلنا شويه فلوس بالدولار، هنكون بنستثمرها ازاي بقى؟ ما انا مش عايزه الفلوس تفضل زي ما هي. اوكي، عايزه اكون بستثمرها. طب ايه الحل؟ في حاجه اسمها تريدنج. اوكي، فقلت تمام، قعدت 3 شهور تانيين والله خدت تقريبا كورسات، يعني انا ذاكرت فوق ال 300 ساعه. اوكي، كورسات من حاجات مختلفه، تشانل يوتيوبز، بقرا كتير، كل الكتب، لان انا بحب القرايه اكتر من الفيديوز بصراحه، فبقرا كتير جدا كل حاجه، كل الكتب اللي موجوده على التريدنج. برضو لو حد حابب ان انا اكون بشاركها معاكم ممكن اشاركها معاكم اسامي الكتب دي في الكومنتس برضو. بس وابتديت اكون بشتغل في التريدنج بقى، يعني ابتديت انا اصلا اكون بعد ما اتعلمت كويس جدا ابتديت بقى انا اكون بحط فلوسي في التريدنج واستثمر فلوسي في التريدنج، والموضوع عجبني ومكمله فيه لحد دلوقتي، بقالي سنه ونص تقريبا، لان انا دراستي اصلا كانت ماثماتكس وفيزيكس، وانا بحب الرياضه طول حياتي. اوكي، وفي نفس الوقت انا كانت خبرتي في البيزنس وده ماي باشن، فكانت الحاجه الوحيده اللي جامعه ما بين التو باشنز دي. اوكي، وبفضل ربنا الحمد لله، يعني انا حتى حاليا بعمل اوتوميشن للبروسيس، فبستخدم لاول مره يعني بكون بستخدم الاستراتيجي بتاعتي يوزنج ثروبوت، فانا ببرمج كمان حاليا، يعني انا حاليا ببرمج بوت عشان يكون بيتريد مكاني، فبدل ما انا مثلا بقدر ادخل في اليوم 12 15 تريده ماكسيمم، اوكي، هو لا، البوت ممكن يدخل 100 200 300 400 تريده عادي جدا. فده اللي انا شغاله عليه حاليا، وده هيبقى المين برودكت بتاعنا ان شاء الله في جروس اكس هي هتبقى الشركه بتاعه الاسيت مانجمنت بتاعتي باذن ربنا، لسه مؤسساها في يوكي، حتى كنت لسه منزله ده على الفيسبوك قريب. فده اللي ليه علاقه بازاي انا ابتديت كديجيتال، ليه اصلا جه في دماغي، او ازاي عرفت اكون بكون الفلوس عشان اكون بشتغل وانا بسافر. اوكي، طيب بمانج ده ازاي وانا مسافره؟ انا بصراحه انا اصلا شخص بيحب الاكسبلورينج، ذاتس واي انا بحب القرايه، وذاتس واي انا بحب السفر، يعني لان الاكسبلورينج هو القرايه. انا بشوف ان الكتب مثلا انت شخص بيديلك خبرته في كتاب، فده بالنسبه لي اكسبلورينج. السفر انا بشوف ناس مختلفه فبتعلم من ناس مختلفه، بشوف خبرات مختلفه، بشوف ثقافات مختلفه، فده بالنسبه لي اكسبلورينج. انا ماي باشن في الحياه دي هو الاكسبلورينج. اوكي، فعشان كده كنت حابه ان انا اكون بعمل ده، فكان العائق بالنسبه لي ازاي هعمل الفلوس اللي تخليني اكون بعمل ده. فعشان كده ده اللي كنت بعمله في 2023، في اول 2023، ازاي اكون بعمل الفلوس وازاي اكون بعد كده بستثمرها. بس
فده كانت البدايه كديجيتال نوماد. حد عنده اي سؤال في الحته بتاعه الديجيتال نوماد عايز يكون يا شو بالنسبه لكتب الفلوس وكده ممكن اشيرها معاكم في الكومنتات، هم عندي كلهم على الايباد. حد عنده اي سؤال خاص درس ايه؟ درس ساينس كيمستري فيزيكس. اوكي، لو اي حد عنده اي سؤال ليه علاقه بالديجيتال نوماد لايف يا ريت يكون بيقولهولي. اوكي I'm just checking the Facebook. تمام زي الفل، حلو قوي. نيجي بقى للحته التانية. اوكي، ليه الباسيف انكم بالنسبه لي بشوفه حاجه مهمه؟ ربنا يعزك يا هشام، والله ربنا يخليك. اوكي زي الفل. ليه الباسيف انكم بشوف ان هو حاجه مهمه؟ اوكي، لان احنا كمصريين بالذات اوكي، فكره الشغل من 9 ل5، يعني انا قابلت بقى على مدار سفري مثلا، انا قابلت ناس من كل دول العالم تقريبا. اوكي، انا لاحظت ان الناس عادي ممكن تبقى بتشتغل من 9 ل5 اوكي بس معاهم مرتب. يعني انا شخصيا ما عملتوش على مدار حياتي اصلا والله العظيم. يعني الناس فعلا يعني شغلها اللي من 9 ل5 بيديهم الاف الدولارز اللي يخليهم يعيشوا ويسافروا وينبسطوا. يعني انا قابلت ناس كتير جدا ممكن يكون هم شغلهم اصلا من 9 ل5 اوكي، وبيسافروا كل شهرين، ياخدوا اجازه مثلا شهر ولا حاجه، يسافروا اسبوعين 3 ويرجعوا تاني. الاسبوعين 3 دول هم بيصرفوا فيهم اصلا ما لا يقل عن 20-30 الف دولار، اللي هو اصلا يعني ممكن يكون شخص بيشتغل سنه سنتين 3 ومش عارف يكون بيدخلهم تمام. فلا احنا كمصريين بقى لا احنا محتاجين ان احنا نكون بنبني مصادر دخل سلبي. وده انا بشوف ان هو مش بقول ان هو حاجه سهله، ولكن بشوف ان هو لو حد عايز يعمل ده هيكون بيعمله. يعني هو الشخص جاست محتاج ان هو يكون بيكرس جزء من وقته ان هو يكون بيتعلم. ما هو انت لو عايز تعمل حاجه في الاخر انت اللي هتعملها لنفسك، الا لو انت عندك بابي ومامي وناس تعملها لك، فدي سيتويشن مختلفه. اوكي، ولكن لو انت عايز تعمل حاجه انت ما اتولدتش وهي الحاجه دي معاك، فانت محتاج تتعب. اوكي، لان انت لو مش معاك فلوس عشان تعملها، فانت معاك حاجه مهمه جدا اهم من الفلوس، معاك وقت. اوكي، فالوقت اللي معاك ان انت تكون بتستخدم الوقت ده، تكون بتتعلم، تكون بتذاكر، تكون بتقرا، تكون بتطور من نفسك في العموم عشان تكون بتبني اي سكيل في الدنيا. اوكي، وده حتى كانت اتذكر في كذا كتاب من الكتب بتاعه التالنتس والمهارات والكلام ده كله. انت محتاج 3 حاجات. اوكي، محتاج منتور، محتاج حد يكون عنده خبره في الحته دي يكون بيوجهك، واعتقد ده متوفر كتير جدا 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 في مصر واونلاين حتى. يعني انت حتى لو دخلت على لينكد ان دلوقتي وكلمت اي شخص سالته على اي حاجه اوكي، هو هيرد عليك. مش انت حتى لو انت تخيلت ان هو مش هيرد عليك، جرب. هتخسر ايه؟ انت عندك ايه تخسر؟ والله يعني جرب. يعني انا مثلا في كذا مره مثلا حد يقول لي ما انا عايز اوصل لكذا، بس انا عارف لو بعت له مش هيرد عليا، اقوم عامله منشن للشخص ده فيتصدم ان هو رد في الكومنت. عادي، ما هو عادي يا جماعه، ما هو انت اسال انت هتخسر ايه؟ يعني حتى لو الشخص ده ما ردش، لو فرضنا ان هو ما ردش، ابعت لحد تاني. ما هو اكيد اللي خلق الشخص ده خلق غيره برضه. اوكي، فانت قدامك فرايتي كتير ثرو الانترنت كتير جدا ان انت تكون بتاخد استشاره اي حد ويوجهك في الحاجه دي. اوكي، سواء عن طريق الايفنتس، برضه في ايفنتس كتيره جدا في مصر. اعتقد ما فيش اكتر من ايفنتات في مصر، يعني ما فيش اكتر من الايفنتات في مصر عشان تكون بتحضرها وبتعمل نتوركينج وبتلاقي منتورز وناس توجهك والكلام ده كله. ده لو انت مش عايز تكون بتستخدم الاونلاين اللي هو الحل لكل حاجه اصلا. اوكي، تاني وتالت حاجه ان انت تكون بتطور الجزء التكنيكال، الجزء النظري. اوكي، المهارات بتاعه الحاجه اللي انت عايز تتعلمها دي. اوكي، وده برضو متاح على الانترنت كتير جدا جدا. اوكي، يعني البدل الريسورس الواحد الاف الريسورسز. اوكي، الاف حرفيا. يعني انت اصلا بتبقى مشكلتك ايه لما بتيجي مثلا تتعلم اي كورس اونلاين؟ انت ممكن تفتح يوديمي دلوقتي تكتب ماركتنج، ان انت عايز تتعلم ماركتنج. اوكي، هيجي لك مليون كورس. انت ممكن تفتح المليون كورس دول في الاخر ما تبداش في اي حاجه فيهم، بس في مليون كورس. صح يعني دي حقيقه ان هو في مليون كورس، حرفيا في ملايين الكورسات اللي موجوده اونلاين على مواقع كتير جدا سواء بالعربي او بغيره، علشان تكون بتعلم اي مهاره في الدنيا. اوكي، فالانترنت اصلا هو يعني انا شايفاه الكنز
انت هو حرفيا كده انا عملت كل حاجه في حياتي انا موجوده دلوقتي هنا في بالي بسبب الانترنت، بسبب لابتوب كنت اشتريته معفن في اولى جامعه والله العظيم بجد ده اللي كنت بذاكر من عليه تمام، وخلاني اوفر بقى ان انا حتى اكون بجيب كتب واشتري كتب ومش عارف ايه. اوكي فانت لو عايز تكون تتعلم اي حاجه فكل حاجه دي موجوده على الانترنت. دي تاني حاجه انت محتاج تتعلمها. تاني حاجه عشان تعمل اي مهاره تتعلم اي مهاره في الدنيا. يعني التالت حاجه ان انت تكون بتبراكتس ده بشكل عملي. اوكي فده برضو متاح ان انت تكون بتجرب. يعني انا لما كنت بتعلم الدروب شيبينج وبقرا كورس باخد كورس مثلا او بقرا كتاب وبشوف الحاجات دي بتشتغل ازاي، كنت بدخل اجرب. بقيت بعرف اعمل ويب سايت، بقيت بعرف اعمل اعلان، بقيت بعرف ادخل اخد المنتج من هنا واحطه هنا عشان ابيعه من هنا وهنا، وبقيت اوتوميت البروسيس كلها. في الاول كانت البروسيس دي بتاخد معايا وقت كبير جدا. يعني في الاول عشان اعرف اعمل ويب سايت قعدت شهر. بعد كده قسما بالله انا ممكن دلوقتي اعمل ويب سايت كامل دروب شيبينج في ساعه وتبقى فولي اوتوميتد. انا مش هفتحه اصلا بعد كده، بس الفلوس هتدخل في حسابي والله العظيم بساعه. لان فعلا كل حاجه موجوده اصلا اونلاين، كل التولز، كل الاوتوميشن، كل حاجه موجوده اونلاين دلوقتي. انت يا سيدي ده الاي اي اصلا وشات جي بي تي ما خلاش حاجه. يعني انا بخليه يساعدني في كتابه الكونتنت. اوكي فكل حاجه دلوقتي متاحه ان انت تكون بتعملها اونلاين. فانت لو ما عملتش الحاجه دي تبقى المشكله من عندك انت. لكن لو انت فعلا عايز تكون بتكون بس في انكم ريسورسز عشان تكون بتلحق نفسك قبل التضخم والحاجات دي ما تكون بتزيد الفتره اللي جايه وتلاقي نفسك اتحشرت في النص اكتر، انا رايي ان ده الباس واي علشان نكون بنخرج من ده. الاونلاين عموما، الاونلاين وركينج بقى، اي حاجه بتدخل دولار. اوكي اي حاجه بتدخل دولار تمام. بعدونا بقى عن العملات المحليه خالص. اي حاجه بتدخل دولار خلينا بنركز فيها تمام. التريدنج بقى، عشان برضو في كذا حد كان انا بحاول ارد على الاسئله اللي كانت بتيجي الفتره اللي فاتت وما كنتش بلحق ارد عليها تمام. فالتريدنج كان كذا حد سالني. التشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتي هحط لكم اللينك بتاعها في الكومنتات، بس انا اعتقد على الانستجرام ده لما جربت احط اللينك ما كانش بينفع. هحط لكم الصوره او اسمها يعني. اوكي فالتريدنج كتكنيكال هتقولي بشرحه هناك. اوكي لكن كاوفر اول هل انت ممكن تتعلم تريدنج لوحدك اونلاين؟ انا ابتديت كل حاجه في التريدنج لوحدي اونلاين. معايا منتور عظيم طبعا يا اسلام لكن هو كان بيوجهني عشان اتعلم اونلاين. اوكي يعني احنا من ساعه ما ابتديت اتعلم حتى تريدنج ما اتقابلناش ولا مره تقريبا اوفلاين. اوكي فكل حاجه انت تقدر تكون بتعملها اونلاين. اوكي في كذا تشانل اتعلمت منها، انا كرانيا اتعلمت منها غير التشانل بتاعتي. بس التشانل بتاعتي بالعربي يعني عشان لو حد عايز. انا اتعلمت من حاجات كتير وبحاول اجمع الحاجات الكتير دي ثرو التشانل بتاعتي بالعربي. ده اللي انا بعمله. ليه؟ لان انا لما جيت ادور على محتوى بالعربي في حته التريدنج انا كرانيا ما لقيتش محتوى تكنيكال. يعني لقيت الناس بتتكلم او دي الحاجات اللي وقعت قدامي. يعني لقيت الناس بتتكلم بحاجات مش تكنيكال، مش بساينس، بيتكلموا بعشوائيه مفرطه. يعني هم مثلا 2 3 انديكيتورز اللي هم عارفينهم، مثلا دعم ومقاومه، ما اعرفش ايه والله يا جماعه هم ده اللي بيعتمدوا عليه في التريدنج. وانا لو وريتكم مثلا لا العالم اكبر من كده بكتير جدا. ده انت تقدر تكون بتقيس كل حاجه على الشورت، تقدر تكون بتتحكم في كل حاجه في الحركات بتاعتك عشان تعرف تشتري امتى وتبيع امتى. اوكي ففي انديكيتورز وفي تولز اكتر بكتير جدا من الدعم والمقاومه والكلام ده. هل انا محتاج، ده كان سؤال بيجي لي برضه، هل انا محتاج الاف الدولارات يعني عشان اكون ببتدي في التريدنج؟ لا انا ابتديت ب $100. بعد كده حطيت فلوس اكتر بس ابتديت ب $100 اوكي يعني ابتديت ب $100 وعادي، وال$100 تقدر تعمل منها فلوس. اوكي بس لو انت عايز تكون لو عايز تتعلم تريدنج وتشتغل بايدك لازم تدي وقت للموضوع ده. الموضوع ده محتاج حد عنده دماغ ومذاكره واهتمام فعلا عشان يكون بيتعلم ده. اوكي لو انت ما عندكش الطاقه والوقت ان انت تكون بتعمل ده ممكن تدخل حاجه اسمها كوبي تريدنج. يعني اتعلم الاساسيات، افهم الاوفر اول، يبقى عندك المايند سيت، اتعلم يعني استثمار اصلا. اوكي ابتدي اقرا كام كتاب عن الحته دي. في كتاب للراجل اسمه بنيامين جراهام، الراجل ده عمل كتابين عظام بصراحه، عمل ذا انتليجنت انفستور وعمل سكيورتي اناليسيس. فالكتابين دول في التريدنج نمبر 1. انا ما ابتديتش اشتغل في التريدنج غير لما قريت الكتاب الثاني بتاعه اللي هو سكيورتي اناليسيس. ده معقد شويه لان الراجل ده اصلا كان دكتور فيزيكس، فالكتاب معقد شويه. لكن ذا انتليجنت انفستور ابسط بكتير.
كتاب ذا انتليجنت انفستور ابسط بكتير جدا من ذا سيكيورتي اناليسيس. فده لو حد حابب يكون بيتعلم التريدنج يفهم بس المايند سيت، يفهم يعني ايه استثمار اصلا. اوكي، افهم الاساسيات وبعد كده ادخل هتلاقي على كل الابلكيشنز اللي موجوده بتاعه التريدنج اصلا هتلاقي موجود اوبشن ان اسمه كوبي تريدنج. تقدر تكون بتكوبي التريدز بتاعه اي شخص انت شايفه ان هو اليت تريدر، يعني هم اليت تريدرز. تقدر تكون بتكوبي التريدز بتاعه الشخص اللي انت شايفه متناسب مع المايند سيت بتاعك، الريسك اناليسيس بتاعته متناسبه مع المايند سيت بتاعتك، بيستثمر في الحاجات اللي انت ممكن تكون مهتم بيها بس، واوتوميتد هتظبط الموضوع كله وهتقدر تكون بتجوين معاه وتكوبي التريدز بتاعته ومن غير ما تبذل اي مجهود. مش محتاج بقى ان انت تقعد تراقب السوق 24 ساعه ولا تتعلم تكنيكال اناليسيس ولا الكلام ده كله. اوكي، اوكي، حد عنده اي سؤال يا شباب في الحته دي؟ تاسيس مواقع الانترنت. اوكي، والله ما فاكر الكلام ده، من اصل الكلام ده بالظبط من كان شهر 1/2023. هبعت لكم كم هو ما كانش تاسيس مواقع انترنت لان انا مش مبرمجه، هي كانت حاجات ليها علاقه بالدروب شيبينج. فكان في ولد كده، كان ولد اجنبي بصراحه، كان عامل فيديوهين كاملين عن ازاي تبتدي دروب شيبينج from A to Z. فالفيديو ده كان 2-3 تقريبا، بس اتعلمت فيه كل حاجه ودخلت طبقت بايديا على طول. وفي نفس الوقت لازم تكون بتاخد منه وتدور في ريسورسز تانية. يعني انا شخصيا ما اتعلمتش ان انا اكون بعتمد على ريسورس واحد، يعني هو مش قرآن هو خلاص، واحنا هناخده هندور في مصادر تانية عشان نكون بنتعلم اكتر ونفهم الحاجات اللي تايهه مننا. اوكي، ايه السؤال الغريب ده يا عبير؟ برج ايش معنى؟ لا، برج الحمل. لا حمل مش زيك، لا للاسف، لا انا حمل. يا احمد انا اسفه والله لو ما كنتش برد عليك، بس فعلا الدنيا عندي الفتره اللي فاتت انا مركزه جدا في البرمجه بتاعه البوت مع الكونتنت بقى مع الكلام ده كله، فدماغي والله ما عنديش وقت خالص. ام سوري، بس ممكن تبعت لي على لينكد ان، انا باخد بالي من المسجات اللي على لينكد ان بشكل اسرع. اوكي يا شباب، لا ما بص ماشي، انا هبعت لكم اسامي الكتب من عندي على الايباد. اوكي، لكن كبي دي اف في كتب انا رافعاها على قناه التليجرام بتاعي. لكن لو انت لقيت الكتب دي مش موجوده على قناه التليجرام هبعت لكم قناه التليجرام برضه. لو لقيتها مش موجوده على قناه التليجرام ادخل اعمل سيرش. اوكي، لان انت لو فعلا ناوي تكون بتقراها، لو انت فعلا هتقراها مش هتاخدها تخزنها وتحطها في السيف. اوكي، هيبقى عندك طاقه ان انت تدخل اكيد تعمل سيرش على جوجل. يعني انت لو كتبت على جوجل مثلا ذا انتليجنت انفستور بي دي اف هيجي لك دلوقتي من مليون موقع. اوكي، بالانجليزي وبالعربي كمان. لو عايز مثلا لو عايز ورقه اكتب المستثمر الذكي، كتاب المستثمر الذكي بي دي اف هتلاقيه موجود دلوقتي حالا. اوكي اوكي، ده سؤال حلو يا يمنى. ماشي، ايه هو يمنى بتسأل على الفيسبوك بتقول اوكي، شكرا يا محمد يا عامر يا ادريس، شكرا. اوكي، خلينا نجاوب على سؤال يمنى. يمنى بتقول ايه هي الباسيف انكم ريسورسز. اوكي، الباسيف انكم ريسورسز اللي انا هقول لكم الحاجات اللي انا جربتها. اوكي، اول حاجه ان انت ده لو انت طبعا عندك الوقت وعندك النولج ان انت تكون مثلا بتدي كورس. فانا كان عندي كورسات ايام كاريرك مثلا. اوكي، ايام كاريرك كنا بنعمل كورسات، وانا كان عندي كورسات بتاعتي على مواقع زي يودمي وكذا حاجه كمان عربيه وبتاع. فده يعتبر باسيف انكم ريسورس، ان انت يكون عندك كورس مثلا او حاجه موجوده هي بتتباع مع نفسها وبتدخل لك فلوس لوحدها. اوكي، فده يعتبر اول باسيف انكم انا كنت جربته اصلا. اوكي، تاني حاجه الدروب شيبينج. لو عملت اوتوميشن لفول برودكت دروب شيبينج، اوكي، او دروب سيرفيسنج. الدروب سيرفيسنج دي عامله مثلا انا ممكن دلوقتي اعمل فول ماركتنج ايجنسي وما يبقاش عندي ولا ممبر ولا تيم ولا واحد في التيم حتى. اوكي، كل حاجه اوتوميتد. ان انا كل اللي هعمله زي ما انا بعمل في الدروب شيبينج. انا بعمل في الدروب شيبينج احنا بنبيع منتجات، فاحنا دورنا كله بيبقى ان احنا بنعمل اعلان للمنتجات اللي احنا بنجيبها من الناس وبناخد البرسنتج بتاعتنا في النص. اوكي، الدروب سيرفينج نفس الحاجه بس بدل برودكت سيرفيس.
اوكي. فانا ممكن اعمل ماركتنج ايجنسي كامله واكون ببيع السيرفيسز بتاعتها، اوكي، ثرو اونلاين بيج كده، اكون عاملاها ويب سايت، صفحه واحده، لاندنج بيج صفحه واحده اكون عاملاها، اوكي. واوصل الشركات مثلا اللي محتاجه السيرفيس بروفايدرز دول، اللي محتاجه فريلانسرز، اوكي، وانا في النص واخد البرسنتج بتاعتي. فانا برضو الحاجه الوحيده اللي انا بعملها ان انا بسوق للشركه دي او للماركتنج ايجنسي دي، او حتى لو لسيرفيس واحده، اوكي، وانا في النص باخد البرسنتج بتاعتي، اوكي. فهي الدروب شيبنج نفس فكره الدروب سيرفيسنج، انا جربت الاثنين بصراحه، اوكي. الحاجه الثالثه طبعا ثواني، اوكي. الدروب شيبنج انت الحاجه الوحيده اللي بتصرف فيها، عشان احمد بيسال على فيسبوك، الحاجه الوحيده اللي بتصرف فيها في الدروب شيبنج وفي الدروب سيرفيسنج الاعلانات، اوكي. ان انت بتبقى محتاج تعمل اعلانات. لو انت يعني في الدروب شيبنج بالذات انت محتاج تعمل اعلانات، لان انت بتماركت لبرودكت وهتبقى بتبيعه بره في الغالب. انا ما كنتش بحب ابيع في مصر. في تولز كتيره بتساعدك ان انت تكون بتبيع في الوطن العربي زي مصر والسعوديه ودبي ومش عارف ايه، بس انا بصراحه ما كنتش. انا قلت لكم انا كان التارجت بتاعي ان انا كنت عايزه ادخل باسيف انكم بالدولار، ما كنتش عايزه اكون ببيع في مصر. فلو كنت هبيع في مصر كنت انا اصلا كنت شايفاها حرام والله العظيم. يعني السوق المصري اصلا يعني الناس يعني على اخرها، فهم مش عايزه اكون بخلي الناس نفسها تدفع فلوس اصلا. يعني انا مش متخيله القوه الشرائيه في مصر دلوقتي. انا مش حاسه ان البيع هناك اسهل حاجه. فبالتالي انا كنت ببيع بره، فكان محتاج ان انا اعمل اعلانات. فالحاجه الوحيده اللي كنت بعملها الاعلانات على تيك توك بقى وانستجرام وكده. في الدروب سيرفيسنج انت ممكن تكون مش بتعمل اعلانات، ممكن تكون بتستخدم الانستجرام، اوكي، بس دي اطول شويه. يعني هتحتاج تبني داتابيز وهتحتاج تكون بتعمل سيرش بنفسك وتدخل تكلم الشركات اللي ممكن تكون محتاجه السيرفيسز بروفايدرز اللي هم عندك مثلا او بتاع، او اللي انت تقدر تجيبهم من على اب وورك او من على فايفر او وات ايفر، وتكون بتاخد البرسنتج وبتوصل الاثنين ببعض وتاخد البرسنتج بتاعتك في النص ايا كانت الطريقه بقى، اوكي. او ممكن تبقى افيليت ماركتنج او ريفيرال ماركتنج اصلا مع البلاتفورمز بتاعت الفريلانسرز نفسهم، اوكي. فده بالنسبه لازاي نكون بنبتدي في الدروب شيبينج. ماشي. علاء، اوكي. ليه كل اللي بيتكلم عن الباسيف انكم بيقول مجالات معينه ومعدوده؟ هل في مجالات تانية او مصادر تعرف؟ انا والله انا مش بتكلم عن انا اصلا بقول لك تجربتي مع الباسيف انكم، اوكي. لكن ليه الناس بتتكلم عن مصادر معينه او ليه الناس بتتكلم عن مجالات معينه؟ لان هو غالبا ما فيش غير الحاجات دي. في حاجات تانية يعني في ناس متخصصه في ده، اوكي. يعني في عندك مثلا قلت لك السكول بتاعت هاني حسين، بس انا لما دخلت النهارده بصراحه عشان اكون بشوف سعرها كام دلوقتي عشان اكون ببعتها لكم، لقيتها غليت شويه. يعني هي حاليا الاشتراك فيها ب $400 حاجه كده. اللي انا فاكره ان هي كان بينفع تتقسم على 3 مرات، بس مش عارفه الاوبشن ده لسه موجود لحد دلوقتي ولا لا. انا بتكلم بسرعه، فلو لقيتوني بتكلم بسرعه قوي فاتمنى ان حد يقول لي اوكي. فالسكول بتاعه هاني حسين دي موجود فيها بقى كل الريسورسز بتاعه الباسيف انكم، بيتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالباسيف انكم، اوكي. وهو شخص عظيم بصراحه يعني، وهتلاقوا عليه فيديوهات فور فري وليه تشانل على اليوتيوب وليه بودكاست، فتقدروا تكونوا بتاخدوا الحاجات اللي فور فري كمان لو انتوا عايزين يعني. فهي المصادر دي في منها حاجات كرييتيف شويه، في منها حاجات طبعا دلوقتي باستخدام الاي اي والشات جي بي تي والكلام ده كله تقدر تكون بتبني وان ريسورس كامل من غير ما تكون بتتعلم تكنيكال سكيلز قويه قوي. لا عادي، ممكن تكون بتدخل بتخلي التولز دي بتساعدك، اوكي. يعني مثلا في تول لسه ظاهره قدامي من كام يوم بتاع اسمه انفيديو اي اي، اوكي. فانفيديو اي اي ده مثلا ده بيعمل ايه؟ اوكي، سوري يا طهار ده الايديتور بس مش محتاج يعني الابلكيشن دي مش بيغني عن الفيديو اديتورز. لكن هو لو انت عايز تعمل نوعيه فيديوهات معينه، زي مثلا مش بيظهر لكم فيديوهات مثلا بتاعه الموتيفيشن اللي هي بتبقى معموله بسين معين بفيديو دقيقه؟ انا ممكن ارفع لكم سامبل من اللي انا عملتها، هرفعها لكم بعد ما اخلص. عملتها انا، قلت مثلا كتبت والله العظيم للانفيديو اي اي ده، كتبت له قلت له انا عايزه اعمل فيديو مثلا بيكلم الناس عن كذا كذا كذا، اوكي. بعد اقل من دقيقه لقيت عندي فيديو كامل دقيقه معمول بصوت، معمول بفيديوز بتقطيع حلو جدا، مكتوب عليه كابشنز، اوكي، كل حاجه جاهز ان هو بس يكون بتعمل له بوست، اوكي. ففي ناس اصلا
في ناس اصلا بتستخدم التولز دي، يعني في ناس بتستخدم الفيديوز دي عشان يكونوا بيبنوا قنوات يوتيوب تكون بتدخل لهم بس في انكم ريسورسز. وفي ناس متخصصه في الحاجات دي، انا بصراحه ما جربتش ده بايدي، ولكن في ناس متخصصه وعامله كورسات كتير جدا عن البوينت دي اللي هو هاو تو بيلد بس في انكم ريسورس فروم يوتيوب شانلز. اوكي، فان فيديو اي اي ده مثلا يخليك تعمل مليون فيديو اوكي دلوقتي فور فري. اوكي، بس طبعا ليه ليميتس، يعني لو في الباكج الفور فري ليه ليميت، لكن لو الباكج الاعلى اعتقد كان ب $25 او حاجه كده يعني. اوكي، ونوعيه الفيديوهات انت تقدر تكون بتختار اي نوع فيديو. ادخل على شات جي بي تي، انا مش ببسط من الموضوع والله يا جماعه، بس هو فعلا الموضوع دلوقتي كل حاجه موجوده، يعني هو كل حاجه موجوده، هي اللي ناقصه ان الشخص يقعد يركز فيها عشان يكون بيكملها مش اكتر. استعملت بيمنت جيت واي ايه وقتها؟ كنت بستعمل بصراحه باي بال، يعني كنت بحاول اربط اي حاجه ببيع بيها بباي بال. بعد كده بقى كانت المشكله عندي في ازاي هاخد الفلوس من باي بال دولار مش مصري. فكان في تو اوبشنز اوكي، يا اما تعمل حساب على وايز، يا اما هتعمل حساب في كيو ام بي وقتها او كده. مش فاكره، مش عارفه كيو ام بي بصراحه نظامه ايه دلوقتي، بس ده التو اوبشنز عشان تكون بتاخد الفلوس من باي بال بالدولار يعني. اوكي، ايه وجهة نظري في قصة العملات الرقمية المشهورة حاليا كايه كالبلوم او تون؟ ما اعرفش بصراحة، ما سمعتش عنها اي حاجة. يعني انا مش شخص بيركز مع الاخبار قوي، فلو عملة مش مشهورة او لو عملة مش يعني في حاجات بتبقى حاجات طالعة بام جاست اللي هي to get attention، في حاجات بتبقى مش ريال اصلا، في حاجات بتبقى فيك. I don't care بصراحة، فانا مش بركز قوي في الاخبار. فبصراحة دول لا، ما سمعتش عنهم، ما اعرفش عنهم اي حاجة يعني. لو عايز تركز لان برضو انت لو محتاج اصلا تدخل في قصة بقى، لو الدولة بتاعتك بتسمح بالتداول في العملات الرقمية، فلو انت تدخل ناوي تدخل في قصة العملات الرقمية وكده، فهي مور فولاتايل اكتر من الستوكس. يعني الفولاتيليتي بتاعتها اقوى بكتير جدا من الستوكس، فمحتاج تكون فاهم اكتر بكتير جدا انت بتعمل ايه، بكتير جدا. فما ينفعش تكون مثلا ما عندكش نوليدج. لو انت بقى ناوي تقامر، يعني ناوي اللي هو تدخل تجرب حظك، اللي هو كسبت خسرت، ناوي تكون بتلعب يعني مش بتستثمر، ف it's up to you. فوركس افضل او كريبتو؟ بص يا اوكي، بص يا محمد، هو مفيش حاجه اسمها افضل. زي مثلا ايه، انا كنت بتضايق قوي لما حد بيجي يسالني مثلا اشتغل ماركتنج ولا اشتغل اتش ار. ما اعرفش. اوكي، ما هو الاثنين كويسين تمام، بس هي الفكره في ايه، الفوركس اقل فولاتيليتي من الكريبتو. يعني ايه فولاتيليتي؟ هو مقدار التغير اللي بيحصل في السعر according to time. يعني let's say مثلا ممكن في ساعه فوركس مثلا حركه الفوركس تتغير مثلا let's say 1% مثلا. اوكي، انا بضرب امثله. اوكي، in accordance بقى ممكن يبقى في نفس الوقت الكريبتو بتتحرك عمله في الكريبتو مثلا، ممكن عمله في الكريبتو تعمل 10%. اوكي، فالفولاتيليتي هنا اعلى، فبالتالي الفولاتيليتي اعلى، دي حاجه كويسه للي فاهم، للي بيشتغل بنولج، لان هو هيقدر يكون بيستغل الفولاتيليتي دي عشان يكون بيعمل فلوس. اوكي، لكن لو حد مش فاهم فممكن الفولاتيليتي دي تبقى حاجه مضره بالنسبه له. ستيل برضو لازم تكون متاكد اذا كانت الكريبتو بتسمح، الدوله بتاعتك بتسمح بالتداول اصلا في الكريبتو ولا لا. اوكي، هل في طريقه بدايه باسيف انكم ببادجت ضعيف؟ يا احمد بقول لك انا اصلا ما كانش معايا حاجه. والله يعني انا لما جيت ابتدي انا ما كنتش عايزه استخدم فلوس من الفلوس بتاعت كاريرك، فلوس كاريرك لكاريرك. اوكي، والمرتب بتاعي في كاريرك كان يا دوبك بيقضيني انا مصاريفي. اوكي، فانا لما ابتديت اصلا ما كانش معايا حاجه تمام. فهي الفلوس، هي انا بشوف ان الفلوس هي عائق الناس بتحطه في دماغها وخلاص. اوكي، لكن هي انا لما ابتديت اتعلم في الاول خالص اصلا، انا بقول لك انا قسما بالله وربنا يشهد عليا انا ما دفعتش جنيه في كورس والله العظيم لحد السنه اللي فاتت لما جيت ابتدي اتعلم الافيليت ماركتنج والدروب شيبنج والكلام ده كله. كان اول مره في حياتي ادفع فلوس في كورس، لكن انا اتعلمت انجليزي، اتعلمت ماركتنج، اتعلمت بزنس، كل ده لوحدي اونلاين فور فري. اوكي، ف money is not an obstacle. حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟
لا هو ما حدش بلح، هو لما حد بيبقى لا ما تحسيش نفسك او ما تحسش نفسك بلح، لا هو لما الحد طبيعي لما تكون ما عندكش خبره في حاجه معينه طبيعي ان انا مثلا لو حد جه ماشي انت بتقولي ان انت تقدير خريجه نظم معلومات بتقدير امتياز بس ما نزلتش اشتغل. طب ليه ما نزلتيش تشتغلي يا جماعه؟ الستودنت اكتيفيتيز والانترنشيبس اوكي هي نموذج مصغر من منظومه الشركات اوكي. فبالتالي لو انت عايز تكون بتاخد خبره في حاجه يفضل ان انت تكون بتبتدي بالحاجات دي لحد ما ربنا يكرمك وتكون بتاخد فرصه شغل. وانا برضو مش مع المايند سيت بتاع ان انا استنى لحد ما اخد احسن حاجه، لا اتحرك اوكي. يعني عادي انا في اوقات مثلا انا لما ابتديت اشتغلت اشتغلت سيلز اوكي، اشتغلت كول سنتر واشتغلت كل حاجه اوكي. فعادي مش لازم ابتدي باحسن حاجه، ممكن ببتدي بالمتاح اوكي لحد ما ربنا يكرمني اوصل لاحسن حاجه اوكي. لكن انا ببتدي بايه؟ ببتدي بالمتاح. تمام تمام حلو جدا. مفيش صوت؟ اه اه مره على الفيسبوك هو مفيش صوت يا شباب. yes it will be recorded. مفيش صوت. لا ده انا يجيلي سكتة قوي دلوقتي. في صح؟ خضتيني يا مروة، خضتيني يا مروة، حرام عليك. انا سامعة نفسي اهو. مفيش صوت. اوكي لا شغال الحمد لله. اوكي المنتجات الرقمية بمعنى ايه يا هشام؟ هو انا كده كده كل حاجة كنت شغلاها رقمية يعني، فقول لي برضو قصدك ايه بالظبط؟ هل في system affiliate في ال cosmetics؟ I don't know actually. I didn't try it. ممكن اشمعنى في تايلاند او بالي؟ لا في حاجة برضو عشان برضو دي معلومة خاطئة. نصلح المعلومات الخاطئة يا جماعة. انا مش بشتغل في حاجة في تايلاند او في بالي او في اي دولة من الدول اللي انا سافرت فيها اوكي. انا بشتغل شغلي وانا عايشة في الدول دي اوكي. انا قلت يا عبد الله هو الفيديو هيبقى ريكوردد فهتلاقيني شرحت في البداية يعني ايه ديجيتال نوماد اوكي. فانا مش معرفش يعني انا بعمل بستكشف البيزنس اوبورتيونيتيز والاستثمار والكلام ده كله في الدول دي علشان اكون بعمل ده هنا بعد كده اوكي. فيعني كل دوله بسافرها بستكشف فيها الحاجات دي اوكي. لكن ان انا جربت اشتغل بايدي هنا حاجه لا ما جربتش اوكي. لان اصلا هنا فرص الشغل مش زي ما انتم متخيلين. يعني اصلا لو حد فكر انه يجي يشتغل في تايلاند او بالي اصلا هنا الدراسه مش هي الحاجه اللي الناس بتكمل فيها. فهتلاقي اغلب الناس بتشتغل يا اما على جراب ده اللي هو الابلكيشن بتاع التوصيل مثلا او بتاع، يا اما في اوتيل مثلا، يا اما في مش عارف ايه. لكن ما فيش التكنولوجي يعني في تكنولوجي ابلايد في تكنولوجي في تايلاند مثلا. تايلاند انا كان بيتي بكل حاجه بالريموت كنترول اوكي. فتايلاند متطوره جدا لكن ستيل الناس مش هتلاقيها ما عندهاش العلم الكبير قوي. يعني مش هتلاقي مثلا الناس بتشتغل في شركه ماركتنج في شركه مش عارف ايه، ما فيش الكلام ده اوكي. انا بصراحه بقالي كتير قوي ما استخدمتش باي بال. قول لي انت بتتعامل على موقع ايه وانا اقول لك ممكن يكون الحل ازاي. بس مشاكل انا مش عارف. انا بصراحه بقالي كتير جدا 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 ما استخدمتش باي بال. كان التعامل بتاعي على باي بال لحد تقريبا السنه اللي فاتت، وكان وقتها كنت بحول الفلوس على وايز. يعني كنت بحول الفلوس على وايز لان انا ما بحبش البنوك المصريه. انا عندي عقده من البنوك المصريه، عندي عقده والله العظيم. فقول لي انت بتستلم الفلوس من مواقع شبه ايه وانا اقول لك ممكن تكون اكيد يا فاتن. حاضر هو انا هقول ده دلوقتي. حاضر. بس قبل ما اقول النقط الادفايسز بقى اللي هي في الاخر وكده، خلينا اقول ماشي. هي عشان فاتن بتسال ايه لحد عايز يبدا صح ويتلاشى غلطات مثلا عطلتني في الاول او كده. هو انا بصراحه في بايونير كويس، بس انا بصراحه ما كنتش بستخدمه برضه، بس اعرف ناس بتستخدمه
وكان عادي يعني كانوا ممكن يحولوا لي فلوس على الحساب بتاعي منه عادي. اعتقد في كذا حد حول لي فلوس منه على الحساب بتاعي عادي في وايز، وكانت الدنيا ماشيه تمام، والفلوس اتحولت في الوقت الاستيميتد بتاعها يعني. بتستلم من Upwork. اوكي، خليني هسأل كام حد طيب من الناس اللي بتستلم فلوس من Upwork ممكن تكون بتستلم الفلوس ازاي. طب انت جربت تعمل حساب دولاري في مصر؟ انا اعتقد ده مشاكله انيل اصلا والله العظيم عشان والله، بس اعتقد الحساب دولاري في مصر هيبقى هو الحل يعني، او بايونير. اعتقد بايونير في ناس بتتعامل معاه وكويس. ماشي. انا في البدايه بصراحه وانا بتعلم انا مش بشوف حاجات غلطات، او مش بشوف ان في حاجه عطلتني، لان انا بشوف ان هي كل حاجه كانت جزء من التجربه. فانا ببص للموضوع نظره تفاؤليه قوي يعني. مفيش، عشان كده حتى مش فاكره حاجه دلوقتي، مش فاكره ان في حاجه عطلتني مثلا او حاجه، لان انا بشوف كل حاجه جزء من التجربه. انا باخد الحاجه انا مثلا انا عندي تارجت، اوكي، انا عندي مبدا في حياتي من وانا صغيره، اوكي. انا بشوف حاجه واحده بس، وهي التارجت اللي انا عايزه اوصل له، تمام. اي حاجه تانية بتحصل في الطريق والله العظيم ولا كاني شايفاها، والله. يعني انا مثلا ممكن ابقى حاطه في دماغي مثلا وانا في المدرسه ان انا عايزه اطلع الاولى على الفصل، فانا عايزه اطلع الاولى على الفصل، هطلع الاولى على الفصل، اوكي يبقى لازم اركز في ده، اوكي. ما كنتش بقى بركز مع اي مشاكل بتحصل في الفصل، اي مشاكل بتحصل في المدرسه، انا ماليش دعوه. اي حد يجي يقول لي حاجه، اي حد يجي يعمل، انا ماليش دعوه، اوكي. انا كنت اي مشاكل تحصل وانا بذاكر اصلا او اي عوائق او بتاع ما كنتش بشوفها، انا بشوف التارجت. عشان كده كنت دايما بوصل له الحمد لله. بعد كده لما ابتديت اشتغل، لما جيت اتعلم بقى، وفي الاول واستكشف رحله استكشافي لنفسي واستكشافي للفرص والشغل والكلام ده كله، كنت بتمرمط كتير قوي عشان اعرف اوصل للمعلومه، بس كنت بشوف ده جزء من التجربه، اوكي. لان انا عايزه اوصل برضو. انا في البدايه كان كله قال لي مش هتعرفي اصلا تكوني بتشتغلي لان انت بنت وعلوم ومالكيش علاقه بمجالات البيزنس ومش عارف ايه، وعملته في الاخر، اوكي. فكده كان التارجت بتاعي، فعشان كده كنت مركزه في ده، فما كنتش شايفه اي حاجه تانية. فاي مشاكل كانت بتحصل في النص كنت بشوفها جزء من التجربه. ولكن لو هقول على حاجه نكون بنركز فيها، دور على منتور، اوكي. والمنتور تقدر تلاقيه بسهوله جدا ثرو النتوركينج ثرو بقى الايفنتس او الحاجات الاوفلاين، او ثرو الاونلاين نتورك، لينكد ان وات ايفر، اوكي. لو بروفيشنال نتورك يعني لينكد ان، او في مواقع زي الفيسبوك بقى او انستجرام او بتاع، تقدر تكون بتتواصل عن طريقها مع الناس برضه. فانا بالنسبه لي اهم حاجه كانت بتخليني، او الحاجه اللي كانت بتعطلني في البدايه خالص من 10 سنين، او لما جيت اتعلم تريدنج في الاول، مع ان انا في البدايه ما كانش عندي منتور، فكنت بلف كتير قوي عشان اعرف اوصل لمعلومه واحده، اوكي. فعشان كده كنت بضيع وقت كتير قوي في الحته دي. عشان كده عملت كاريرك مثلا. ليه عملت الستارت اب بتاعي في الحته دي بالذات، مع ان كان في افكار كتير جدا تخليني اكون بعمل يعني شركات كتير جدا، افكار شركات كتير جدا كان ممكن اعملها تخليني اعمل فلوس اكتر، بس انا كنت عايزه اعمل كاريرك، لان كان في ناس انا كنت شايفه ان انا عانيت كتير قوي عشان الاقي حد يوجهني، فكنت عايزه كاريرك يوفر للناس المنتورز اللي توجههم، اوكي. فانا بالنسبه لي كلمه السر في ان انت يبقى عندك منتور، والله. لازم $300 و$50. انا كنت سمعت الموضوع ده، ودي مشكله. خليني هسألك حد، حاضر يا محمد، وهنزل بوست على الموضوع ده ان شاء الله. اوكي، انا بس بشوف الاسئله اللي على الفيسبوك يا شباب. ترتيب رحله المبتدئين في التريدنج في 5 خطوات. ده انت ايه ده ليه كده يا انصاري بتعمل فيها كده؟ بيقول لي قول لنا ترتيب رحله للمبتدئين في التريدنج بالخطوات من الصفر في 5 خطوات، انت محددهم، اوكي. اوكي، لو عايز تتعلم تريدنج، تمام، فانت لازم في البدايه انت في ستيبس كتيره بتعدي عليها في البروسيس بتاعه التريدنج، اوكي. عشان كده هي محتاجه تركيز ومحتاجه مذاكره كتير جدا 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 جدا، اوكي. اول حاجه انت محتاج تكون بتتعلم ازاي تعمل اصلا في حاجه، انا هقول لكم البروسيس اللي بعملها مثلا وانا جايه بدخل تريدنج، اوكي.
اول حاجه اسمها فاندامنتال اناليسيز. اوكي، الفاندامنتال اناليسيز ده بيساعدك ان انت تعرف الستوك او السهم او الفوركس او الكريبتو، لو انت الدوله بتاعتك بتسمح بتداول الكريبتو، هل هي تستحق التداول فيها ولا لا. اوكي، فبتعمل حاجه اسمها فالويشن، زي ما هم كانوا بيعملوا لنا فالويشن مثلا في الشركه في الستارت ابس. لما بنيجي ناخد استثمار بيعملوا فالويشن للستارت اب بتاعنا، بيشوفوا هل الستارت اب ده يستحق الاستثمار او قيمه الاستثمار اللي يستحقه قد ايه. تمام، فدي اول نقطه خالص. اوكي، تاني حاجه، وفي كورس كنت اخدته على يوديمي بس مش فاكره اسمه بصراحه، كان هو اللي ساعدني ان انا علمني 3 طرق عشان اعمل فالويشن، فكان حلو قوي بصراحه، بس مش فاكره اسمه دلوقتي لان ده كان في البدايه خالص. تاني حاجه كان التكنيكال اناليسيز. التكنيكال اناليسيز انت ده الاساس بتاع الموضوع كله. انت محتاج تكون بتفهم الشورت، محتاج تتعلم الشورت، محتاج تفهم كل حاجه في الشورت، محتاج، خلينا نكون بنبسط الموضوع. هو في الاخر الموضوع بتاع الشورت نفسها او مش عارفه بالعربي اسمها ايه، الشورت اللي هي الشموع والحركه بتاعه السهم او الكريبتو او وات ايفر. اوكي، محتاج تكون بتفهم الحركه دي بتتحرك كده ليه. اوكي، وانا المفروض انت عندك نقطتين انت بتحددهم في التريدنج، الانتري بوينت والسيلينج بوينت. انا المفروض ادخل امتى وابيع امتى، ما هو ده اساس اللعبه كلها. اوكي، فانت محتاج تكون فاهم المنحنى، اكزاكتلي تشارت او اسمها ايه، ما افتكر بعد كده ليها اسم تاني. اوكي، الشورت المفروض ان انت تكون بتفهم كل حاجه فيها. عشان ليه؟ عشان تكون عارف انت المفروض تشتري امتى وتبيع امتى، وتكون فاهم الحركه دي بتحصل دلوقتي كده ليه. تمام، انا من غير كده ما تدخلش تريدنج اصلا، ما تدخلش تحط فلوس، انت كده تبقى بتلعب. اوكي، وانا مش مع اللعب بالفلوس بصراحه. اوكي، ادخل العب على ديمو اكونت، لكن ما تدخلش تلعب بفلوس حقيقيه. تمام، فانت لو عايز تدخل لازم تكون فاهم الشارت كويس جدا. فاهم الشارت دي محتاج تكون تتعلم التحليل الفني بشكل كامل. تمام، بشكل كامل. تمام، ما ينفعش تكون مثلا بتعتمد على 2 انديكيتورز بس وتكون بتقول لي انا كده فاهم وعرفت هدخل امتى هشتري امتى وهبيع امتى. لا، في انديكيتور، في ملايين الانديكيتورز. ادخل على تريدنج فيو، انا اغلب الناس بتستخدم تريدنج فيو في التحليل الفني، فتريدنج فيو ادخل عليها هتلاقي الاف الانديكيتورز. اوكي، فالاف الانديكيتورز دي انت محتاج، مش بقول لك ذاكرهم كلهم، بس على الاقل يبقى عندك استراتيجي بتاعتك واضحه مبنيه على عدد من الانديكيتورز بتخليك فاهم انت بتدخل الدخله دي على اساس ايه وبتبيع على اساس ايه. تمام، تالت حاجه الجزء بتاع الماني مانجمنت. هتوزع فلوسك بناء عليه. انا معايا دلوقتي $100، اوكي، هل احطهم كلهم في سهم واحد مثلا ولا اوزعهم على كذا حاجه؟ طب لو وزعتهم على كذا حاجه، الكذا حاجه دي مقسماها على اساس ايه؟ ثواني اللايت رينج قفل، مش مهم. اوكي، كذا حاجه دي انا مقسماها على اساس ايه. تمام، فلازم في حته الماني مانجمنت دي حاجه مهمه جدا، لان انت لو معاك $100 ودخلت رميتها في سهم واحد مثلا النهارده، في حاجتين، في حاجه اسمها سبوت وفي حاجه اسمها فيوتشر. انا ضد تداول الفيوتشر بصراحه لكذا سبب بدون الدخول فيهم يعني، بس انا ضد تداول الفيوتشر. اوكي، فالسبوت اقل ريسكا حلو، اقل ريسكا دي، وفي نفس الوقت يعني اضمن. اوكي، فلو انت مثلا دلوقتي معاك $100 دخلت رميتها في سهم واحد والنقطه ودخلت واتعلقت جوه، يعني السهم ما اتحركش للنقطه اللي انت عايز تكون حاطط نقطه البيع عندها. اوكي، في السبوت عادي مش هتكون خسرت فلوسك. اوكي، بس هتعمل ايه؟ هتتركن جوه تريده كتير، فممكن التريده تفضل مفتوحه معاك مثلا شهر، فانت كان ممكن في الشهر ده تفتح بدل التريده 100. اوكي، فانا بالنسبه لي ده خساره. تمام، فعشان كده اهم حاجه ان انت تكون مقسم الماني مانجمنت بتاعك تقسيمه كويسه عشان ما تتركنش جوه تريده لفتره طويله. اوكي، الحاجه الرابعه الريسك اناليسيس. بمعنى ايه الريسك اناليسيس؟ انا ما ينفعش مثلا ادخل في حاجه اسمها بروفيت تو ريسك ريشيو. اوكي، فما ينفعش مثلا ادخل تريده اوكي يكون نسبه الربح بتاعي فيها مثلا 10% واحتمال ان انا اخسر 90%. لا، هنا البروفيت تو ريسك ريشيو زي الزفت، ما ينفعش ادخل التريده دي اصلا. تمام، فالريسك اناليسيس برضو ده حاجه مهمه جدا. خامس واخر حاجه بقى، يا شفت خليتهم لك 5، طب والله يا رانيا الله عليك. فايه خامس واخر حاجه السايكولوجي. انت في الاخر التريدنج ده عباره عن ايه؟ ناس بتشتري وناس بتبيع، صح؟ ناس بتشتري وناس بتبيع. ناس يعني ايه؟ يعني كده في الهيومن بيهيفير بتاعنا كلنا واحد. يعني روبرت جرين الله يمسيه بالخير اوكي عامل كتاب اسمه ذا لوز اوف هيومن نيتشر.
قوانين الطبيعه البشريه. انا بحب روبرت جرين جدا 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 جدا. اوكي، فروبرت جرين كان عامل كتاب اسمه Laws of Human Nature. فهتلاقي ان لو قريت الكتاب ده كبير شويه 700 صفحه، بس هتلاقي ان هو فيه انت هتلاقي نفسك في كل شخصيه من الشخصيات دي. اوكي، ليه؟ لان احنا كلنا في الاخر بشر، كلنا واحد، كلنا واحد. وده انا اكتشفته بعد ما سافرت كمان، ان هو في الاخر مع اختلافنا، مع اننا في ناس من اول دول العالم وناس من اخر دول العالم، مع ان كل واحد فينا في قارة مختلفة عن التانية، لكن ستيل احنا في الاخر كلنا شبه بعض، كلنا عندنا نفس ال behaviors. اوكي، فاللي متحكم في حركة السوق هم بني ادمين، فهم البيهيفير بتاعهم في الاول وفي الاخر واحد. اوكي، فانت البيهيفير بتاع البني ادمين دول الناحيه السايكولوجيكال بتاثر على التريدنج. اوكي، انت دورك ان انت ثرو التحليل الفني تحلل ثواني انا بحاول افتح اللايت رينج تاني. كده تمام. فانت دورك ثرو التحليل الفني ان انت تكون بتحلل الهيومن بيهيفير ده عشان تفهم الشرط، عشان تاخد قرار. حلو جدا، حلو جدا. I have a medical background, know absolutely nothing about business, but I would like to start with the fundamentals. Can you give me advice? Free resources. Udemy عليه resources كتيرة جدا 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 تقدري تتعلمي منها كل حاجة في البيزنس. بصي، في كتاب كان اسمه First 20 Hours. اوكي، اول 20 ساعة. الكتاب ده الراجل فيه كان بيتكلم عن ان هو عايز يكون كان بيحب يتعلم كتير قوي، فكان عايز يشوف طريقة تخليه يتعلم مهارات كتير ويتعلم كل مهارة في 20 ساعة بس. اوكي، فعشان يتعلم المهارات دي في 20 ساعة بس كان بيتكلم عن خمس خطوات. اوكي، ممكن تقروا الكتاب ده صغير. وكان الزتونة عمنا مايكل راشد كان عامل تلخيص اعتقد للكتاب ده، وعلي وكتاب برضو كان عامل تلخيص للكتاب ده، كان اسمه First 20 Hour. فهتلاقي فيه طريقة تخليكي تتعلمي اي مهارة في 20 ساعة. اوكي، من ضمن الحاجات اللي هتلاقيها، من ضمن الستبس اللي هتلاقي في حاجات على يوديمي هتساعدك ان انت تتعلمي مثلا الاساسيات بتاعه البيزنس في 20 ساعه. مش هتتعلمي الاساسيات، يعني مش هتتعلمي البيزنس كله في 20 ساعه، لكن هتبتدي الدخله صح في 20 ساعه. تمام. معلش يا احمد، ممكن ترجع تاني لللايف لان مش هعرف اكون برد على السؤال تاني. Does technical analysis depend heavily on the market itself? For example, can I buy technical analysis fundamental I use with Nasdaq Egyptian stock market? I got it. اوكي، حلو قوي السؤال ده. اوكي، محمد نبيل بيسأل هل التكنيكال اناليسيس تولز بتعتمد على الماركت نفسه ولا اوكي، هو انت او انا لحد دلوقتي يعني انا بشتري تولز عشان تكون بتساعدني، بس بشتري تولز كمان عشان تساعدني في البرمجه، لان انا حاليا ببرمج الاستراتيجي بتاعتي. ولكن انت في التكنيكال اناليسيس يو كان يوز تريدنج فيو. لو عايز تقدر تشترك في السبسكريبشن بتاعهم البريميوم، فده هيديك اكسس على التولز كلها، على كل حاجه بتاعه التكنيكال اناليسيس. and through trading view you can analyze any market on this world, any market through trading view. انا I didn't try على الايجيبشن ستوك ماركت. I didn't try it actually, so I can't do anything. اوكي، ما اقدرش اقول خبرتي في الحته دي، ولكن التريدنج فيو تقدر تستخدم التكنيكال اناليسيس تولز بتاعته على اي ماركت في العالم. ولكن زي ما قلت لك هو تريدنج فيو عليه الاف الانديكيتورز، فانت اللعبه كلها هتستخدم انهي انديكيتورز فين، امتى، الاستراتيجي بتاعتك اصلا معتمده على ايه. هي دي اللعبه. اوكي، يعني هي دي البوينت. ما انا ممكن دلوقتي ادخل افتح لك 50 انديكيتور، خد قرار. فاهم قصدي؟ هي اللعبه هنا بقى، يعني مش الفكره كلها مش في ان انا تحت ايدي التكنيكال اناليسيس تولز، لا انا ابقى فاهمه الانديكيتور ده بيعمل ايه وبيحدد ايه، وانا الاستراتيجي بتاعتي معتمده على انهي واحد في دول مع بعض علشان اقدر اكون باخد القرار.
اوكي. انا يا شباب هحاول اكون بقفل الدنيا، معلش عشان ايه الساعه عندي 12 اصلا، وانا ايه دماغي ابتدت تفصل اصلا، عايزه انام والله عشان هنا بصحى بدري. بس هحاول اشوف لو في اي كومنتس تانية مهمه هحاول ارد عليها دلوقتي بسرعه. اوكي. حد بيسأل في كلام ان التداول حرام، هل ده حقيقي فعلا؟ بص والله هو انا مش دوري ان انا اكون بحلل وبحرم. اعتقد في ناس في ويب سايت اسمه الاسلام سؤال وجواب، تقدر تكون بترجع له، ده ممكن يكون بيجاوب على اسئلتك بشكل اخص. ولكن انا هقول لك my result in research، نتيجه البحث اللي انا عملته في الحته دي من على المواقع دي، مش انا اللي بقوله. اوكي، لا يعني انا بقول لك ملخص السيرش اللي انا عملته في البدايه. اوكي، لان انا كنت عملت فيديو عن الموضوع ده في البدايه برضو، لان ده كان سؤال في دماغي فكنت عايزه اجاوبه اول ما ابتديت اتعلم خالص. فعملت سيرش في المواقع دي واللي توصلت له ان اللي يخلي التداول حرام 3 حاجات، والله اعلم، والله اكبر واعلم. اوكي، اول حاجه الحاجه اللي انت بتحط فيها فلوسك ايه. اوكي، يعني انت مثلا دلوقتي داخل شاري سهم في شركه، الشركه دي بتعمل ايه؟ يعني هل شركه الكحول مثلا، هل شركه قمار؟ فانت عشان كده لازم تكون عارف الانفو بتاعتها، عارف هي البرودكت بتاعها ايه او السيرفيس بتاعتها ايه. دي اول حاجه. تاني حاجه اغلب الشيوخ قالوا ان التداول بالفيوتشر حرام، عشان كده انا ما بحبش الفيوتشر. ليه؟ لان انت اغلب الشيوخ والله اعلم، اوكي، لكن هو اغلب الحاجات الريسورسز اللي موجوده اونلاين كله قال ان هي حرام. بيقولوا ان هي ربا، لان انت الفيوتشر، الناس اللي مش فاهمه الفيوتشر، انت كانك بتستلف فلوس من البلاتفورم عشان تكون بتتريد بيها، كسبت خسرت فلوسك كلها. اوكي، فانت بتضرب في اكسات. ليتس سي مثلا داخله ب $100، اقدر اضربها في 10 اكس، في 100 اكس. اوكي، فعشان كده هي بيقولوا ان هي ربا يعني. الحاجه الثالثه طريقه التداول. يعني ايه طريقه التداول؟ يعني انت دلوقتي مثلا هل شغال بعلم، يعني شغال كبزنس، ولا شغال كميسر؟ لان الميسر اصلا هو تعريفه في معجم اللغه العربيه ايه؟ هو كل الفلوس اللي الانسان بيكسبها اعتمادا على الحظ بدون بذل مجهود ذهني او بدني. اوكي، فلو انت داخل بتلعب، دخلت تريد عشان لما تضرب تبقى تكسب فلوس، انا بالنسبه لي كلمه لما تضرب دي اصلا معناها قمار اصلا. اوكي، ده كرني انا مقتنعه بيها كده. فده جوابا على السؤال الشخص اللي بيسال السؤال ده. خلينا اكون بقى بقفل ايه الدنيا عشان الساعه خلاص 12. بما اننا خلاص بنقفل في 2024، مش عارفه ازاي والله السنه دي طارت والله. فبما اننا بنقفل في 2024 وداخلين على 2025، فخليني اقول لكم على 10 بوينتس كده ممكن نكون بنحطها في دماغنا واحنا بنخطط للسنه الجديده. اوكي، انا شخصيا بعمل كده وهعمل كده. اوكي، اول حاجه حاول زي ما قلت في البدايه، حاول ان انت تكون بتدايفرسيفاي الانكم ريسورسز بتاعتك، وحاول تكون بتخلي يكون عندك مصدر دخل اونلاين بالدولار. this is very important and this is number one. تاني حاجه خليك دايما تكون متابع الماركت ترندز، سواء انت شغال في التريدنج فلازم تكون كده كده متابع الماركت ترندز لو انت بتتريد بايدك يعني، او لو انت شغال في اي مجال في الدنيا. اوكي، يعني كل المجالات اللي في الدنيا فيها ابجريدز بتحصل طول الوقت، فخليك دايما متابع الابجريدز دي. انا بشوف ان الانسان اللي مش هيكون بيطور نفسه هو خلاص هو هيرجع لورا، مش هيفضل حتى واقف في مكانه، لا هو هيرجع لورا. تمام، لان العالم بيتحرك بسرعه كبيره جدا جدا جدا، فانت محتاج تكون مواكب للسرعه دي. وعشان تقدر تكون مواكب للسرعه دي، انت في ايدك الجهاز اللي في ايدك ده اللي انت ماسكه بتتفرج منه على اللايف دلوقتي، اللي هو التليفون او اللاب او ايا كان، ده يخليك تعمل اللي ما يتعملش. اوكي، فانت دورك ان انت تكون بتستخدمه صح. تمام، زي ما انا بشوف برضو ان هو مثلا احنا ربنا خلق لنا اعظم حاجه في الدنيا. انا بشوف ان الدماغ بتاعه الانسان هي من اعظم حاجه في الدنيا. اوكي، فانت مثلا انا عشان كده طول عمري كنت مهتمه بالنيورو ساينس. اوكي، لان انا بشوف ان احنا الدماغ بتاعتنا زي ما احنا معانا تليفون مثلا، لو انا دوري او انا اللي بعرف اعمله في التليفون ده ان انا اعرف افتحه واقفله وارد على المكالمات بس، ما اعرفش اي فيتشر من الفيتشرز اللي موجوده فيه، هل انا كده بستخدمه صح؟ لا، ممكن اعيش واموت وانا ما اعرفش 100 وظيفه من الحاجات اللي التليفون ده يقدر يكون بيعملها لي وبيسهلها عليا. ذاتس واي انا طول حياتي كنت بحاول ادرس الدماغ، كنت بحاول افهم احنا دماغنا شغاله ازاي. اوكي، عشان اكون بستغلها صح. في فيديو حلو قوي على قناه الشرق الوثائقيه، اعملوا سيرش عليه على اليوتيوب، قناه الشرق الوثائقيه، حاجه الاسرار الدماغ الخفيه، حاجه كده، هو اسم غريب يعني، بس هو فيديو تقريبا ساعه الا تلت او نص ساعه،
بيتكلم عن كام بوينت، الطريقه اللي دماغنا ده ريسيرش الناس دي عملته، والطريقه اللي دماغنا بتشتغل بيها وازاي تكون بتحسن من الوظائف بتاعتها. اوكي، ده لو انت مش عايز تكون بتقرا في النيورو ساينس لان هي حاجه صعبه. تالت حاجه، حاول تكون بتاوتوميت when it's possible. اوكي، لازم 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 تكون بتاوتوميت البروسيس. انا بشوف دايما طول حياتي كان عندي ميشن ان انا مش الصح او مش المهم بالنسبه لي ان انا اكون بطلع الاجابه صح بس او بعمل التاسك بس، لا بعمل التاسك بس، ومع الوقت تكون الفتره اللي انا بخلص فيها التاسك دي اقل، والا انا كده بالنسبه لي انا لسه في مكاني ما اتحركتش. اوكي، فبالتالي انا محتاجه طول الوقت، انت محتاج طول الوقت تكون بتوفر وقت وتطلع كواليتي اعلى، وفي ايدك دلوقتي تولز تخليك تعمل ده بكل سهوله. يعني انا مثلا انا لو جاي اكتب كونتنت دلوقتي، اوكي، لما باجي اعمل الاستراتيجي انا والتيم بنشتغل وبنظبط الدنيا، بس في البدايه او في النص لو انا عايزه اعمل اي حاجه عادي ممكن ادخل لشات جي بي تي هيساعدني في الكتابه. اوكي، مش باخد الحاجه منه تيبيكال ونكون بنستخدمها، لكن بيساعدني. تمام، وبيوفر عليا وقت كتير جدا، بينظم لي المعلومات في شيت، بينظم لي الافكار اللي في دماغي في اكشن بلان. ليه ما نستخدمهوش؟ اوكي، يعني مش عيب. تمام. الحاجه الرابعه، دايما حاول تكون بتعمل بلان. انا بشوف ان لو الشخص مش عارف هو عايز يروح فين ومجهز البلان بتاعت ده، فهو مش هيوصل لاي حاجه. زي ما بقول المثال ده، لو انت مثلا دلوقتي واقف في الشارع، اوكي، ورايح تركب تاكسي، اوكي، فبتوقف الراجل في الشارع، تمام، فبتقول له والنبي وديني اي حته، ولا انت هتوصل ولا هو هيوصل. اوكي، هتفضلوا بتلفوا كتير. فانت محتاج دايما يكون عندك بلان، لازم تبقى عارف انت عايز تروح فين وليه وهتوصل له ازاي. تمام. خامس حاجه، حاول دايما تكون بتكسبلور الريموت اوبورتيونيتيز. تمام، سواء سفر بقى، يعني في برضه سفر من غير ما تكون بتسافر بفلوسك، في سفر باكسشينج بروجرامز، في سفر بفولنتيرنج، في سفر بانترنشيبس، في سفر بحاجات كتير جدا. اوكي، فانت محتاج ان انت تكون بتكسبلور الريموت اوبورتيونيتيز، لان زي ما قلت انت لو جاست معتمد على وظيفه مثلا اوف لاين مثلا من 9 ل 5 وبس وكده يومك خلص، انت انا بشوف ان هو خصوصا في مصر ده ما ينفعش. اوكي، لان زي ما قلت لكم مثلا الناس اللي بره يعني الناس اللي بره مثلا انا قابلت ناس زي ما قلت لكم بتشتغل من 9 ل 5 بس مرتبها بالفلوس اللي احنا بنعملها طول حياتنا اصلا. تمام، وبيعرفوا يسافروا ويعيشوا حياتهم وعادي هم شغالين من 9 ل 5 عادي. اوكي، لكن احنا في مصر لا، احنا محتاجين مصادر انكم ومصادر اونلاين، ونكون متابعين طول الوقت للفرص والحاجات اللي بتكون موجوده اونلاين او ريموتلي يعني. اوكي. الرقم 6 الفاينانشال، مهم جدا ان انت تكون بتتعلم عن الفلوس. اوكي، افهم الفلوس دي بتشتغل ازاي تكون بتحافظ على فلوسك اكتر، ازاي تكون بتستثمرها وتزودها. فكره ازاي نتعامل مع الفلوس اصلا دي نفسها علم لوحده. يعني انا لما جيت اتعلم عن الفلوس في كتاب اسمه ماني سيكريتس او مش لا ده بودكاست. في كتاب كان اسمه، كان بيتكلم عن ده كان كتاب كبير قوي 700 صفحه تقريبا، حاجه شبه ماني سيكريتس. هسيبه لكم في الكومنتات لان ده كان من اوائل الكتب اللي كنت قريتها. الكتاب ده الراجل ده عظيم، الكفر بتاعه لونه اسود كده، هسيبه لكم في الكومنتات برضه. فده بيتكلم عن الفلوس وازاي نكون بنتعامل معاها والكلام ده كله. هتلاقوا كده زي ما محمد كان قال الكتب بتاعه الفلوس والاستثمار كنت منزلاها كلها على الشانل بتاعه التليجرام من فتره يعني. رقم 7، حاول تكون دايما بتنفست في السكيلز بتاعتك وفي البيرسونال جروث بتاعك، لان المهارات وده اول انفستمنت، ده اهم انفستمنت، وده انا بعمله لحد دلوقتي ولحد ما اموت ربنا يديني العمر افضل اكون بعمله، ان انا اكون طول الوقت بطور من المهارات بتاعتي، لان ده اهم انفستمنت، ده اهم من التريدنج، ده اهم من الفلوس، ده اهم من اي حاجه. انا ما فيش يوم ما، يعني انتوا لو شفتوا البلان بتاعتي، انا البلان بتاعتي فيه جزء مهم جدا جدا منها للبيرسونال جروث، للمذاكره، لان انا لو بطور في التريدنج بس او عايزه ازود فلوسي بس، لكن مش في نفس الوقت بذاكر، مش باخد كورسات، مش بقرا كتب، مش عارف ايه، ده انا كده حياتي راحت في 60 داهيه. اوكي، فلازم تكون طول الوقت مركز في الانفستمنت بتاع دماغك، لان اصلا ده اللي هيخلي دماغك احسن والقدرات بتاعتها اصلا نفسها احسن. رقم 8 زي ما كنا بنقول من شويه، ان انت اساس اصلا عشان تكون بتوفر على نفسك ستابس كتير جدا هو المنتور. طب هتوصل للمنتور ده ازاي؟ نتوركينج. عشان كده النتوركينج مهم جدا جدا جدا. فرقم 8 هو النتوركينج. نتوركينج بالنسبه لي ايكوال اوبورتيونيتيز، لكن نتوركينج ايكوال اوبورتيونيتيز لو انت شخص ذو ثقه. اوكي، يعني لو انت شخص عنده كواليتي، لكن لو انا مثلا حد جاي بيعمل ريكومنديشن لرانيا،
اوكي، لان هو النتورك بتساعدك ان انت شخص يعمل لك ريكومنديشن، ان انت تكون بتوصل لوظيفه مثلا او توصل لشخص تاني عن طريق الشخص ده بشكل اسرع. فانا مثلا لو في شخص جاي يعمل لي بيوصلني بحد من النتورك، يعني شخص جاي بيوصلني لحد انا عايزه اوصل له وهو الشخص ده من النتورك بتاعتي، لو انا شخص مش ذو ثقه، لو انا شخص مش بقدم كواليتي، فهو الشخص ده ماشي بعد ما عمل لي ريكومنديشن المره دي ووصلني بالشخص ده، لو المره الجايه لاني ان انا كسفت قدام الشخص ده اوكي فمش هيعملها تاني. تمام، فبالتالي ما تقعدش تدور، عشان كنت بشوف ناس كتير بتعمل كده، هو بيجمع ارقام تليفونات، بيجمع ايميلات. طب ما يا حبيبي ما انت دور على ان انت يكون عندك حاجه بتقدمها اصلا. اوكي، يعني الناس دي فعلا ما كانش عندها كواليتي، فانت لو ما عندكش كواليتي انت عمال كده شغال ايه مجمع كروت، لكن مش ده مش ايكوال خالص النتوركينج. اوكي، فالنتورك الصح ان انت يكون عندك كواليتي، عشان لما يبقى عندك نتورك اوكي يبقى الناس دي فعلا النتورك ليها قيمه، لان الناس دي ساعتها هتعمل لك ريكومنديشن، وساعتها هيجي لك بروجكتس اكبر، وساعتها هتكون بتوصل للحاجات اللي انت عايز توصل لها اسرع. ده هيوفر عليك ستابس كتيره، ولكن لازم يكون انت عندك كواليتي في نفس الوقت. تمام. رقم 9 الفوكس على المنتال والفيزيكال هيلث. بالنسبه لي حته ان الانسان يكون بيحرق بس في بنزين طول الوقت ومش بيحافظ على صحته النفسيه والجسديه، دي مصيبه، لان انت هتيجي في وقت هتوصل لبيرنينج اوت، ممكن تكون ما بتقدرش تقوم تاني بعدها. تمام. فانت محتاج تكون طول الوقت بتحافظ على المنتال هيلث بتاعتك، اوكي، تعمل اكتيفيتيز بتاعتك على المنتال هيلث بتاعتك، اوكي، وفي نفس الوقت تكون بتحافظ على الفيزيكال هيلث بتاعك، ان انت تكون بتعمل بقى اكتيفيتيز، بتعمل سبورتس. مش لازم تكون بتعمل، مش يا سيدي ما تروحش الجيم، امشي كل يوم، امشي كل يوم نص ساعه امشي كل يوم ساعه، اوكي، ده مهم. حتى على الاقل امشي، لكن مش لازم يعني ما تتحججش بان انت مثلا مش هتعرف تروح جيم او مش هتعرف تروح مش عارف ايه في البيت. تمام، امشي كل يوم من الشغل نص ساعه ولا ساعه، اوكي، ده حاجه مهمه جدا 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 لصحتك النفسيه والجسديه على المدى الطويل. تمام. اخر حاجه، خليك دايما تكون adaptable، يعني خليك دايما شخص عنده مرونه. خليك دايما شخص عنده مرونه. تمام، عنده مرونه ان هو يكون بيعرف بيتاقلم ويكون بيطلع نفسه من الحاجه ويعرف يكون بيتعامل معاها. يعني مثلا وقت الكورونا، لما حصلت الكورونا جت قفلت العالم كله، صح؟ ففي الوقت ده مثلا في ناس كان عندها بروجرس، في ناس عندها شغل، في ناس عندها مش عارف ايه، فكله الشخص الذكي اللي كان قدر وقتها ان هو يكون بيطلع من ده ويستغلها opportunity لنفسه. نفس الفكره، خسرت في حاجه دلوقتي، دور على ازاي هتكون بتطلع للخطوه اللي بعدها، وخليك عندك مرونه. اصل انا مثلا لو عايزه اوصل للبوينت دي دلوقتي، انا ممكن ماشي اوصل لها كده، دي اسرع حاجه صح، لكن ممكن برضه اوصل لها كده، ممكن اوصل لها كده، ممكن اوصل لها كده، صح؟ ففي مليون طريق يوصل لنفس النقطه في الاخر. تمام، فانت اللي عليك ان انت تسعى وتتحرك، اوكي، ويبقى عندك مرونه ان انت تادبت مع اللي بيحصل في النص. اوكي. انا كده خلصت. انا هشارك معاكم قناه التليجرام يا شباب، عشان هي اللي عليها الكتب، اوكي، ولو حد لو فيها ريسورس او حاجه تانية انا كنت نسيت اكون بضيفها في الكومنتس او كده، فاكتبوا لي في الكومنتس يعني بعد ما نخلص. بس ثانك يو سو ماتش. اوكي، بس انا عندي 12، فتصبحوا على خير.